اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة تفجير المهارات الشطرنجية. زي ما قلت لكم في السلسلة دي انا هدفي ان انا بلعب دورين 5 دقايق بزيادة 3 ثواني، وفي نهاية كل فيديو بقدم لكم معلومة تستفيدوا منها وتطوروا بيها مستواكم. فتابعوني لحد الاخر، ولو انت مش عامل اشتراك اعمل اشتراك عشان يوصل لك كل الكورسات المجانية. المرة اللي فاتت كلمتكم على الثلاث مفاتيح للفوز في الشطرنج بسهولة. الثلاث مفاتيح دول ببساطة: رقم واحد، أنا محتاج دايما أسأل نفسي سؤال: اللي قدامي مهدد إيه؟ ده سؤال مهم جدا لازم أتدرب عليه. رقم واحد. رقم اتنين، محتاج أعرف الخطة بتاعتي إيه؟ أسأل نفسي سؤال: إيه هي الخطة بتاعتي؟ ورقم ثلاثة، محتاج أسأل نفسي سؤال: هل عندي نقلات هجومية تانية غير الخطة بتاعتي ولا لأ؟ طيب، اول سؤال هو مهدد ايه؟ مهدد البيدق بتاعي. خلاص تعالى نحميه. الخطه بتاعتي اصلا انا عايز اخرج بالقطع، فبخرج بالحصان حامي البيدق بتاعي، وخلاص كده حميت البيدق بتاعي. ما عنديش اي نقلات هجوميه، ما كانش عندي اي نقلات هجوميه. دلوقتي هو لاعب دي 5. اول سؤال اساله: هو مهدد ايه؟ هو مهدد البيدق بتاعي، مهدد انه يكسب بيدق. تاني حاجه محتاج اعرفها: ايه الخطه بتاعتي؟ ايه الخطه بتاعتي؟ كانت ان انا عايز اخرج بباقي القطع، فانا عايز اخرج بالفيل، عايز العب البيدق، عايز ابيت، عايز اخرج بالفيل التاني، عايز اطلع بالوزير. دي الخطه بتاعتي. طيب السؤال التالت اللي بساله: هل عندي نقلات تانية هجوميه؟ بخلاف ان انا عندي العب مثلا دي 3 واكمل انتشار احمي البيدق بتاعي وافتح للفيل، عندي كمان نقلات هجوميه: عندي اكل بيدق في بيدق او عندي حصان في بيدق. تعالوا بقى نشوف انهي الاحسن. هاكل بيدق في بيدق. لو كلب الحصان انا باكل حصان في بيدق، ولو بيدق في بيدق راح هو زايح البيدق. خلاص انا ممكن اجي اربط البدأ ده مثلا، وبعدين ممكن احاول اضغط على البدأ تاني. طيب يبقى اذا بدأ في بدأ انا شايف ان هي احسن نقلة، فهلعب بدأ في بدأ. يبقى 3 خطوات مهمين جدا عشان العب على مكسب. بفكركم برضو ان لسه في خصم 25% على كورس نهايات البيادق. دايما ابطال العالم بينصحوا انك انت لو عايز تتدرب صح في الشطرنج، تتدرب اول حاجة عليها هي نهايات البيادق. هتلاقوا اللينك بتاع الخصم هتلاقوه في وصف الفيديو. طيب هو جايب الفيل رابط الحصان. اول سؤال اسال لنفسي: هو مهدد ايه؟ واضح جدا ان هو مهدد انه يزيح البيدق، وساعتها حصاني ما يقدرش يتحرك. طيب فانا خليني العب في الامان والعب بيشوب اي 2، لان انا كده كده الخطه بتاعتي ان انا عايز اخرج بالقطع، فهلعب بيشوب اي 2. طبعا المفروض اشوف ان انا عندي نقلات هجوميه. ابص الحاجه الثالثه، السؤال الثالث، ابص عندي نقلات هجوميه ولا لا. يمكن كان عندي ان انا العب الوزير هنا بفكره ان انا عايز اكل وزير في بيدا، بس خلينا نلعب النقلات السهله. اكلت بالفيل. دلوقتي انا مهدد في وقت من الاوقات ممكن ابقى ازيح واكل فيل في بيدا. طيب زاح البيدا. هو اول حاجه مهدد ايه؟ مهدد ان هو ياكل بيدا في فيل، يكسب فيل. طيب الخطه بتاعتي ان انا ما فيهاش خطه، انا عايز امشي بالفيل، الفيل هيتاكل. فيا اما باكل فيل في بيدا، يا اما باجي اربط. يعني انا لو فكرت في الخطه بتاعتي ان انا اكل فيل في بيدا او امشي بالفيل، ما كنتش هشوف النقله الثالثه. لازم تسال نفسك: هل عندي نقلات هجوميه تانية ولا لا؟ في الموقف ده انا عندي نقله ثالثه هجوميه، ان انا اجي بالوزير هنا رابط البيدا. فانا شايف ان دي افضل نقله. باجي بالوزير رابط البيدا، لاني لو فكرت ان انا اكل بالفيل على طول، ممكن هو ابسط حاجه عنده ان هو ياكل بالحصان. اكل بالحصان ياكل البيدق بتاعي، فانا جيت بالوزير ضغط اكتر على البيدق، وعايز اكل النقله الجايه. لو اكل بالحصان انا كنت ممكن اكل بالوزير كش مالك بعدين اكل الحصان. طيب هو جه غطى هنا. انا عندي دلوقتي ان انا اكل فيل في بيدق. طيب كده انا اكلت فيل في بيدق، انا كسبت بيدق. طبعا هو اكل. انا عندي اكل بالوزير وعندي اكل بالحصان. اكل بالوزير افضل. ليه اكل بالوزير افضل؟ دايما لما تبقى كسبان حاجه حاول تكسر القطع عشان تبسط الموقف. خلي بالكو، نكسر القطع مش نكسر البيادق، تختلف. ليه؟ لاني لو كسرت البيادق، البيادق هي اللي هرقيها في الاخر عشان اجيب وزير، عشان اعرف اديله كش مات. فانت لو كسبان اي حاجه، حتى لو كسبان بيدق بس، انت محتاج تكسر قطع مش تكسر بيادق. طيب هو جيب الفيل. مهدد ايه؟ مش مهدد حاجه. طيب ايه الخطه بتاعتي؟ الخطه بتاعتي ان انا عايز اكمل انتشار. لو عملت اول خطوتين بس مش هشوف النقله الثالثه اللي عندي. الخطوه الثالثه: هل عندي نقلات هجوميه تخليني اكسب دلوقتي؟ عندي اكل حصان في فيل، هبقى كسبت فيل. يبقى 3 خطوات مهمين: اللي قدامي مهدد ايه، الخطه بتاعتي ايه، الخطوه الثالثه عندي نقلات هجوميه ولا لا.
دلوقتي هو مهدد انه يجي بكش، فاذا انا هبيت. طيب انا بيت، جاي بالرخ طالب البيدق، يبقى انا هحمي البيدق. خلاص احنا كده خلي بالكم الخطه بتاعتي ما بقتش ان انا اخرج بالقطع، الخطه بتاعتي دلوقتي اختلفت. احنا بقينا في الاند جيم لان كسرنا وزر، احنا متفقين الافتتاح خروج بالقطع الخفيفه، تبييت، خروج بالوزير، دول 3 خطوات بتوع الافتتاح. اول ما بيخلصوا بيخلص الافتتاح وبيبدا وسط الدور. امتى بيخلص وسط الدور؟ اول ما الوزره بتتكسر. هنا في الموقف ده الوزره اتكسرت، فاذا الخطه بتاعتي بتبقى مختلفه. مش دايما بقى الخطه بتاعتي ان انا اخرج بالقطع، لا دلوقتي الخطه بتاعتي مختلفه. الخطه في الاند جيم بتبقى حاجه من اتنين، يا بضغط على بيادق ضعيفه، يا بهاجم على يا بضغط على بيادق ضعيفه، يا بعمل لنفسي بيدق سالك واحاول ارقي. هنا دلوقتي انا عندي حصان في بيدق وابقى اكلت بيدق، ساعتها لو جيت كده انا برجع تاني. فاذا حصان في بيدق دي صح، حصان في بيدق انا كسبت بيدق ببلاش. لو جه هنا انا برجع تاني بالحصان. طيب كده احنا كسبنا بيدق، مشي بالرخ. دلوقتي الخطه بتاعتي ايه؟ يا بهاجم على بيادق ضعيفه زي ما قلت لكم، يا بحاول ان انا ارقي بيادق. هنا عندي نقله قويه ان انا ممكن ازيح البيدق، بعمل لنفسي بيدق سالك. اهو بيدق سالك طالب ان انا عايز انزل تاني وارقي. طيب هو دلوقتي مهدد ايه؟ هو مهدد انه يجي بالرخ كده ويهدد حصاني دوت. طيب ممكن افكر العب البيدق هنا بحيث ارجع بالحصان من هنا لو كلني اكل بالبيدق، وفي نفس الوقت بنتشر بالفيل. يبقى لما هو مشي بالحصان انا همشي بالحصان، طالب الحصان بتاعه، ولو اكلني هاكل بالبيدق. شايفين انا عملت لنفسي بيدق سالك. دلوقتي انا هحمي البيدق ده عشان اعرف اخرج بالفيل. باجي بالفيل حامي البيدق بتاعي، ودلوقتي انا بفكر ان انا اجي بالرخة في العمود المفتوح وبعدين اجوز في العمود المفتوح. آه هنا هو غلط يعني من كذا نقلة، هو عمال يغلط. كان عنده عمود مفتوح من بدري ولكن ما خدهوش. دايما مهم جدا انك تبقى عارف كل قطعة نفسها في ايه. الرخ دايما نفسها ان هي تقف في عمود مفتوح، فحاول تحقق لها امنيتها. يعني حاول تحقق لها امنيتها ان هي تقف في عمود مفتوح او ان هي تنزل في الصف السابع. الحاجتين نفسها تعملهم يعني. فهو كان عنده الفايل ده من بدري ولكن هو ما خدهوش. هنا عندي اكل بالبيدق وعندي اكل بالرخ. انا هاكل بالرخ وهحاول ان انا ازيح البيدق وانزل بالرخ كده. هنا انا هزيح البيدق، طالب ان انا انزل بالرخ بكش ملك، ولما بيجي بالملك باجي له بالفيل بقول له انا عايز انزل بكش مزدوجه ملهاش حل. وكده خلاص انا كسبت الدور. النقله الجايه هنزل بالرخ بكش ملك هبقى كسبت الدور. طيب كش مزدوجه وخلاص، النقله الجايه باكل الرخ وابقى كسبت الدور. طيب مشي بالملك كلت الرخ. خلاص كده انا بمشي بالرخ عايز ارقي وزير، المفروض هو يستسلم. طيب كش تاني. طبعا يعني بحاول اديله مات بس هي البيادق بتاعته حامياه يعني مقويه قلبه. عايز اديله كش من هنا وابعده بقى عن البيادق بتاعته اللي عامله له الحامياه دي. كش كده وبعدين كش بالرخ وبعدين كده انا سلكته من بين البيادق دول وبعدين كده ايه كش وكش مات. طيب تعالوا نلعب مع واحد تاني. نلعب مع واحد تاني. هنحاول نستخدم نفس الاستراتيجية اللي هو ان احنا بنسأل نفسنا اول حاجة اللي قدامي مهدد ايه، رقم اتنين ايه الخطة بتاعتي، رقم تلاتة هل عندي نقلات تانية هجومية غير الخطة ولا لا. اول نقلة E4 انا بلعب له E5، بلعب اخيرا مع تقييم اكتر من 1000 يعني دي حاجة حلوة خالص. طالب البيدق، تعالى نحمي البيدق وفي نفس الوقت بنفذ الخطة بتاعتي. مش طالب حاجة فخلاص انا بنفذ الخطة بتاعتي. طالع بالحصان مش مهدد حاجة، يبقى أنا بنفذ الخطة بتاعتي، ما عنديش أي نقلات هجومية دلوقتي. لعب دي 3 بلعب دي 6 زيه. بيت بيت. احنا عمالين نقلد بعض يعني دلوقتي. جايب الحصان طالب ايه؟ طالب حصان في بيدق، انا هسيبه يعني.
مش هسيبه، لا انا هلعب له اتش 6. هقول له انت جاي عايز ايه، انت جاي بالحصان عايز ايه. وهنا لو كان حصان في بيدق هيبقى غلط غلطه ناس كتير بيغلطوها في المستوى دوت. هما بيعرفوا الغلطه بسببها ايه، بسببها ان الحصان بيساوي 3 عساكر والفيل بيساوي 3 عساكر، الرخ بتساوي 5 والبدق بيساوي 1، فخمسة زائد 1 يساوي 3 زائد 3. فبالتالي حصان في بيدق اكل بالرخ ياكل بالفيل اكل بالملك، الاتنين متساويين. لا طبعا الكلام ده غلط. الفيل والحصان قيمتهم في الميدل جيم او في وسط الدور اكبر بكتير من الرخ والبيدق، لان الرخ قيمتها بتزيد، الرخ قيمتها بتزيد شويه في نهايه ميدل جيم وفي بدايه الاند جيم، لان الرخ ملهاش استخدام قوي هنا، بالمقارنه بالقطعتين الخفاف. القطعتين الخفاف اكبر من الرخ والبيدق. يعني لو هنقول مثلا حصان وفيل، الحصان والفيل يساوي طابيه وعسكريين، مش طابيه وعسكري. طيب هو رجع بالفيل، انا هاجي بالفيل رابط، بكمل انتشار، طلبني، هرجع. لا هنا انا لو رجعت هيزيح عليا تاني، هرجع بالفيل هيبقى فيلي هنا وحش خالص. فهنا في الموقف ده انا ممكن اكل او ارجع بالفيل من هنا. طيب لو انا كلت هياكل بالوزير، هنط بالحصان هيرجع بالوزير تاني يحمل بيدق. ماشي نجرب الكلام ده. كده احنا خلاص تقريبا خلصنا الاوبننج. ليه محتاج تعرف ان انا في الاوبننج ولا في الميدل جيم ولا في الاند جيم؟ ليه محتاج اعرف ان انا في الافتتاح او في وسط الدور او في نهايه الدور؟ لان زي ما قلت لكم كل مرحله ليها خطه منفصله. يعني هنا انا محتاج العب اخر نقله في الافتتاح اللي هي كوين دي 7. كده انا خرجت بالقطعه الخفيفه اللي هم الفيلين والحصانين، وكده انا بيت، وكده انا خرجت بالوزير، كده خلصت افتتاح. كده الاسود دخل في مرحله وسط الدور، ولكن الابيض لسه ما دخلش في مرحله الوسط الدور لانه لسه محتاج يخرج بالوزير. طيب في مرحلة بقى وسط الدور انا محتاج اعمل ايه؟ محتاج احط كل قطعة في احسن مكان. احسن مكان للرخ دي فين؟ نسأل كل قطعة، اسألها قول لها انت عايزة تروحي فين، هتقول لك مثلا عايز اجي في السنتر. الرخ التانية تقول لك انا عايز اجي في السنتر. طيب الفيل ده لما تسأله انت عايز تروح فين هيقول لك يا عم انا مبسوط هنا. حصان هيقول لك انا مبسوط هنا. الحصان ده برضو مبسوط. ممكن بعد الرخين احاول ازيح البيادق والعب كده. فخليني العب الاول روك دي 8. النقله الجايه هاجي بالرخ هنا، هلعب سي 6 وهلعب دي 5. دي هتبقى الخطه بتاعتي في وسط الدور. يبقى لما تسال نفسك الخطه بتاعتك ايه وانت في وسط الدور، دايما هدفك انك تحسن وضعيه القطع. طيب هو جيب الفيل مهدد وزيري. طبعا انا عندي اكسب الحصان ده الفيل ده ببلاش. خلينا نعتبر ان احنا مش شايفينها وهنزيح عليه. كده كده الخطه بتاعتي ان انا ايه، العب على السنتر. طبعا انا كان عندي حصان في فيل، ياكل اكل. ودي قاعدة في الشطرنج، يعني هي قاعدة غلط. في قاعدة في الشطرنج بتقول لك لا تطلب وأنت مطالب. يعني أنت دلوقتي أنا طالب فيلك، خليك بقى يعني محترم وارجع بالفيل. يعني ما تتفزلكش وتروح واكل انت قطعة، لأني ساعتها في الموقف ده أنا ممكن آكل بالبيدق وهبقى طالب حصانك وطالب فيلك في نفس الوقت. يعني هنا أنا باكل بالبيدق، طالب حصانك وطالب فيلك. فالقاعدة بتقول لك إيه؟ بتقول لك لا تطلب وانت مطالب. يعني ما تخشش في طلبات وانت اصلا مطلوب، ما يبقاش هو طالب وزيرك وتروح انت تطلب وزيره. طبعا القاعده دي مش صح 100%، لان القاعده الاصح هي انك لو عندك تهديد هدد. بس طبعا لازم تبقى محتاج تحسب الحسبه مظبوط، لان يوم ما بتهدد وانت متهدد في فرص كبيره انك تخسر حاجه. فيفضل لو انت لسه شويه تحت ال1000 او تحت ال1200، اللي قدامك مهددك، ببساطه امشي بالقطعه المتهدده وخلاص. خليك كده على الهادي يعني. كده هو خسر قطعه بسبب ان هو ما التزمش بالقاعده الغلط دي. بلعب الدي 5. انا عايز افتح الدور لاني انا عايز افتح الدور وخلاص عشان اشغل الرخ دي. نفس الكلام، هو بيعمل نفس الغلطه ان هو بيهدد حاجه وانت متهدد. يعني انا مثلا دلوقتي لو كان وزيري في مكان غير المكان ده وكان هنا مثلا، ساعتها انا كنت بمشي بالحصان بقول له انا عايز البيدق وما زلت مهدد الفيل وكنت هكسب بيدق. لكن حظه دلوقتي ان حصاني ما بيرجعش هنا عشان يهدد ولا بيجي هنا عشان يهدد، فهضطر امشي في مكان تاني. ممكن اكل ياكل اكل.
وممكن امشي. تعال نمشي احسن. طيب مشيت، هددني برضو نفس الكلام، نفس يعني هتعرض نفسك لغلطات كتير. يعني انا مش بقولك ان ده غلط، ولكن هتعرض نفسك، محتاج تحسب. شطرنج اسهل من كده، امشي وبعدين فكر في اللعب بتاعك ده. انا هنا بقى هاكل خلاص، هياكل هو، همشي بالوزير، هقول له هات وزيرك وهات كمان ده وهات ده. المفروض هنا ياكل خلاص الفيل. مشي مكلش الراجل طيب، وانا هطلع معاه جدع برضو عشان هو طلع جدع ومكلش. فانا هاكل وهكسب بدقين في القطعة، هي قطعة كانت كده كده ببلاش يعني. زاح عليا، بنزل بالرخ في الصف السابع. دايما حاول تحط رخك في العمود المفتوح، رقم واحد. رقم اتنين حطها في الصف السابع. رقم تلاتة امنع خصمك انه يحط رخ في الصف السابع. يعني هنا في الموقف دوه، انت لو بتلعب بالابيض تعالى بالرخ هنا، قول له ما تجيش في الصف السابع. يجي لك بالرخ يحمي مثلا، تاكل رخ في رخ، ياكل بالرخ، تنزل بالرخ بتاعتك انت في الصف السابع عشان تمنع الصف السابع ان هو ينزل فيه. مهم جدا. لكن سمح لي ان انا انزل في الصف السابع دلوقتي، انا هبدأ كمان اجوز بالرخ التانية. فكرتي ان انا عايز امشي بالرخ كده وانزل بالرخ في الصف السابع، هبقى طالب يعني رخين في الصف السابع، بكسب الدور اجباري يعني. زاح البيدق، انا هاكل بيدق في بيدق عشان مش عايز اسيب له ان البيدق يتسلك اكتر من كده. باجي بالرخ هنا، عايز انزل بالرخ التانية في الصف السابع. لو رخين نزلوا في الصف السابع الدور بيخلص خلاص. يعني انا لو سألت نفسي مثلا هنا، هو اكل رخ في بيدق، بسأل نفسي سؤال، هو مهدد ايه؟ هو حاليا مش مهدد حاجة. طيب ايه الخطة بتاعتي؟ الخطة بتاعتي ان انا احاول احسن وضعية كل القطع. طيب الرخ دي احسن مكان ليها فين؟ فعلا في الصف السابع. طب الرخ دي احسن مكان ليها فين؟ في الصف السابع برضه. فبالتالي انا محتاج ان انا امشي بالرخ واطلع بالرخ. دي الخطة بتاعتي. بس الخطة ليها باقي. ايه باقيها؟ ان انا محتاج كمان احسن وضعية الحصان ده. ممكن افكر الف كده مثلا، ممكن افكر الف كده واضحي في اي حاجة من هنا. فاذا الخطة في الميدل جيم هي تحسين وضعية القطع. جايب الرخ هنا، عايز رخ في بيدق. طبعا هو طالب بيدق زيي، بس مش مهم، انا لما باكل دوت بعمل شغل جامد يعني. رخ في بيدق، وبعدين بنط بالحصان. خلاص دي كش مات، كش مات. كده انا كسبت الدور. زي ما قلت لكم، رخين في في الصف السابع انا بكسب الدور بسهوله. تعالوا نخش على اخر مرحله في الفيديو. هتكلم على شكل مهم جدا في وسط الدور. الشكل ده اسمه اي كيو بي، او اختصار ايزوليتد كوين بون، او بيدق الوزير المعزول. يعني ايه بيدق الوزير المعزول؟ البيدق ده اسمه بيدق الوزير المعزول لان ده بيدق الوزير رقم واحد. ثانيا معزول يعني مفيش بيادق تانية بتحميه. البيدق ده بيدق ضعيف. اوكي، بيدق ضعيف. الاسود ممكن يضغط عليه ويقدر ياكله بعد شويه. طيب الموقف الابيض ليه فرص مكسب والاسود ليه فرص مكسب. تعالوا نتكلم على الموقف شويه بالتفصيل. هنا الابيض عشان يلعب على فرص مكسب، رقم واحد هو محتاج ان هو يلعب على هجوم. لان شايفين البدأ ده محطوط في 4. يعني لو قلنا فين السنتر بتاع الرقعه، ادي الاربع مربعات دول هم مركز الرقعه، هم الاساس اللي ببني عليه الهجوم. لو بصيت هتلاقي البدأ بتاعي واقف في 4، لكن البدأ بتاعه اللي في السنتر واقف في 3. فاذا شويه الابيض معاه مساحه. فالابيض ممكن يستغل المساحه دي ان هو يبني هجوم على جناح الملك. ازاي هيبني هجوم على جناح الملك؟ ممكن يلعب البيدق هنا، يرجع بالفيل، يمشي بالرخ، يرجع بالفيل تاني. يعني تعال نفترض مثلا ان الاسود مش بيلعب، بيلعب اي نقلات. هوريكم الابيض ممكن ازاي يبني هجوم. شايفين؟ باجي بالوزير هنا، انا دلوقتي بدات اعمل تهديدات. انا دلوقتي طالب فيل في حصان اللي حامل بيدق، تاكل بالفيل، انا باكل وزير في بيدق وابدا اعمل هجوم. لو فكر ان هو يعمل كده، ممكن افكر ان انا طبعا حصاني ممكن ينط هنا. ممكن افكر اني العب البيدق ده خطوه التانية. ولو فكرت ان انا انط بالحصان، بس طبعا هو ممكن ياكل. يعني لو وزير، لو حصانه مثلا مش في المربع ده، ممكن انط بالحصان هنا. يعني مثلا النقله اللي فاتت لو فكر ان هو يرجع بالحصان. طبعا انا بديكم امثله بس عشان تفهموا الفكره يعني. النقله على الاسود،
جاي طالب زي ما قلت لكم فيل في حصان بعدين وزير في بيدق كش، لو غطى بالبيدق بنط بالحصان، ضاغط اكتر ممكن اضحي في وقت من الاوقات هنا. النقله اللي بعديها مثلا لو لعب اي حاجه بطلع بالرخ يمشي بالرخ، ممكن اجي بالرخ هنا اضغط اكتر على الملك. فاذا فكره الابيض ان هو يضغط على الملك دي فكره اساسيه للابيض. في فكره تانية للابيض ان هو ممكن يحاول يزيح البدأ ده، يعني شايفين كل قطع الابيض ورا البدأ ده، فلو قدرت بالابيض ان انا ازيح البدأ ده من غير ما اخسره تدي فرص كويسه قوي للابيض. دول الخطتين الاساسيين للابيض. طيب تعالوا نشوف بقى خطط الاسود. احنا قلنا ان البدأ دوا زي ما مدي مساحه للابيض، ولكن هو بدأ ضعيف ممكن يتضغط عليه. ممكن حد يقول لي طب ما البدأ ده ممكن محمي بحصان، ليه ضعيف؟ ليه بتقول عليه ضعيف؟ لا، البدأ الضعيف هو البدأ اللي مش محمي ببيادق زيه. كون ان البدأ محمي بقطعه ده حاجه مش صح، البدأ المفروض يتحمي ببدأ زيه. فاذا البدأ ده بدأ ضعيف. طب ازاي بستغل حاجه زي كده ان انا اضغط على البدأ دوت؟ طيب انا محتاج اعمل حاجتين بالاسود، ان انا رقم واحد اضغط على البدأ الضعيف، رقم اتنين ان انا محتاج امنع الهجوم اللي عليا ده، الهجوم القوي اللي عليا. ازاي اعمل الحاجتين دول؟ ان انا بحاول اكسر القطع الخفيفه. ازاي يعني؟ تعال نفترض مثلا ان الاسود اكل فيل في حصان، انا اكلت بالفيل، نط بالحصان، مشيت، اكلت، جيب الفيل، اكلت. شايفين اللي بيحصل؟ مثلا يعني اتبقوا قطعتين بس، يعني ايا كان كل ما القطع الخفيفه بتتكسر اللي هم الفيلين والحصانين كل ما الهجوم اولا بيقل عليا، ما بقاش في قطع كتير بتهاجم عليا. ده رقم واحد. رقم اتنين بقى البدأ اضعف، كل ما القطع الخفيفه بتتكسر كل ما بقى البدأ ده اضعف، بقدر اجوز عليه واضغط عليه بسهوله. يبقى اتمنى يكون الشرح ده مبسط و كافي يعني للشكل ده. ولو عايز تعرف اكتر انا هحط لكم رابط كورس كامل هتلاقوه في وصف الفيديو عن الشكل ده بالتفصيل، تقدروا تدرسوه مجاني على القناة. لو انت بطل من الابطال اللي بتتفرجوا علينا لحد دلوقتي اكتب لي في الكومنتات ان انت بطل من الابطال. اشوفك على خير ان شاء الله، الى اللقاء.